بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله النهاردة هنشرح لكم فيديو جديد، يعني احنا عملناه من مجهودنا. برضو أنا دايما الواحد بيقول مجهوده، ولكن الحمد لله ده فضل من ربنا ومن عليا ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أكون جاهز الفكر سريع البديهة. ولكن الحمد لله يعني الموضوع برضو مش مقتصر علينا فقط لا غير، ولكن ده فضل ربنا أتاهوني الحمد لله. فدي عبارة عن إشارة مرور معمولة كلاسيك اهي. عندنا 3 تايمر و3 ريلي. دي طبعا احنا ممكن نستغلها برضو ليها كذا وظيفة. ممكن نستغلها في عندنا 3 مواتير نقسمهم على المدار ل 24 ساعة، كل واحد ياخد 8 ساعات. 3 في 8 ب 24، كل واحد فيهم ياخد دوره في الساعات ويغير. وممكن تمشي نفس الموضوع كده إشارة مرور زي ما احنا مشغلين اهي، ترجع تعيد نفسها من الأول تاني للنهاية. اوظفها في اي حاجه؟ اي ده اي توظيف، هي مش شرط ان انا اوظفها بالتوظيف ده، اي حاجة توظف فيها. هي كده بالنسبة لي انا شغالة اهي. طبعا هي بفضل الله تعالى ماشية سيمترية، ما فيهاش غلطة في لحظة، ماشية زي ما احنا مدينا الجدول الزمني بتاعها تشتغل. لو انا عايز اكبر مدة النور الاصفر ده برضو بزوده، لان احنا عاملينه اقل وقت. ممكن نزود وقت النور الاصفر ده يبقى متساوي، ال3 ازمنة متساويين. دي بقى بالنسبة لي عادي خالص، يعني ما فيش اي مشكلة. ما تجيبني في الفيديو يا عم الحاج؟ حاضر يا عم صلاح. ماشي. الحاج صلاح ابو العينين معانا، صديق عزيز علينا، الراجل نفسه يطلع في الفيديو. الحاج صلاح، صباح الورد يا عم صلاح. صباح الفل يا عم زين. كويس، جبت الاكل دلوقتي. بفضل الله تعالى ماشية مرار، ما فيهوش خطأ لحظي حتى. الحمد لله رب العالمين. ولو احنا طبعا الكهرباء قطعت وجات الأولوية لرقم 1 اللي هي الحمراء، هتستأذنك يا عم صلاح افصل الكهرباء. كده الكهرباء فصلت، كده نرجع الكهرباء. رجعت تاني الأولوية للأولى. أصفر. بفضل الله تعالى يعني إن شاء الله هيكون المخطط بتاعها برضو موجود معانا. اللي يحتاجه، احنا ما بنتأخرش على أي حد في أي حاجة. ولا تنسونا بصالح الدعاء إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا عم زين. أمورنا عم الحاج صلاح. ماشي يا باشا. زي ما احنا شايفين ماشية مسطرة بفضل الله تعالى. يعني انا والله شفت لوحة اشارة المرور متكلفة تكلفة غير عادية، شاشة ولوحة ألمونيا اي بي مش عارف 80 ولا حاجة كده، يعني حاجة غريبة الاشكال. الكنترول بتاعها الداخلي حاجة تانية خالص. ده